طيب، يعني في لحظات معدودة كده حابب أعرف، بحب دايما أعرف مين اللي قدامي، فحد كده اللي حابب يتكلم يعني يقول لنا هو اسمه إيه وبيدرس في كلية إيه. طبعا أكيد كلنا هندسة، جامعة إيه يعني، وهيتخرج إمتى أو كده، لو حد حابب إنه يتكلم. اتفضل. حد يبدأ يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك محمد سعيد، طالب في كلية هندسة نوف شبين الكوم. مم. هتخرج إن شاء الله 2025 في قسم ميكانيكا باور. وحاليا مم. بدرس سيلف ستادي CFD. طيب تمام أوكي. حد عايز يتكلم تاني؟ اللي عايز يتكلم يفتح المايك على طول يا جماعة، مش لازم تمام يا هندسة، شكرا. محمود ربيع، هندسة هندسة ميكاترونكس، معهد ثقافة وعلوم، مستوى تالت. وبالمناسبة دي أول محاضرة طبعا معاكم كده. تمام أوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وياكم الأستاذ حيدر عبد الواحد، خريج هندسة ميكانيك عام من العراق. الشرف حضوري معاكم، أوكي. وأتمنى نستفاد من هذه المحاضرة. إن شاء مع الله. جزيل الشكر. ممنون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو خريجين بس طلبة بس ولا خريجين ولا ايه؟ أي حاجة، اللي عايز يتكلم يفتح المايك ويتكلم. أنا مع حضرتك إبراهيم، خريج 22 في الزقازيق، تمام. وحاليا شغال نوعا ما ريفرس انجينيرنج لشيت ميثود، تمام. بس مش حاجة قوية يعني. تمام. أوكي. ودي برضو أول محاضرة معاكم. تمام. أوكي. حد حضر لنا محاضرات قبل السلام عليكم. كده؟ قطع كلام يا باشمهندس. حد حضر لنا محاضرات قبل كده ولا كلكم جداد؟ أنا كنت حضرت مع حضرتك من أول جروب ميكاترونيك على التليجرام. كنت اه. حضرت أول محاضرتين بس. اوكي. فكان بسبب بقى ظروف عندي كده مقدرتش أكمل باقي يعني. كنت متابع حضرتك في الأول على اليوتيوب في الأول يعني، ك كستراكشر على الأناليسيس على أنسز يعني. اه تمام اوكي. حابب يتكلم تاني؟ هل هيتم تسجيل المحاضرة لو سمحت؟ اه هيتم تسجيلها ان شاء الله. تمام، شكرا. طب معلش، ممكن سؤالي؟ أكيد كان في محاضرات سابقة وكده، هل المحاضرات دي متسجلة؟ كل المحاضرات على اليوتيوب، بعت لكم اللينكات بتاعتنا على الواتساب. هو حضرتك المحاضرة النهاردة هتكون يعني؟ احنا قلنا على الجروب وهتعرف دلوقتي حالا. طيب نبدأ عشان ناخد شوية كبير. اوكي، انتوا شايفين السلايد؟ اه تمام. تمام كده. اوكي، خلينا نبدأ على طول. طبعا انا بسجل محاضرة من برنامج خارجي، فما حدش
بيقلق يعني من حوار تسجيل المحاضرات دوت. فالمحاضرة موجودة وكل المحاضرات اللي قبل كده موجودة. أهلا بيكم في محاضرة جديدة من المحاضرات المجانية يعني اللي بنعملها المفروض يعني كل أسبوع، بس طبعا بيبقى في ناس بيبقى عندنا امتحانات ومشاغل مش بنرضى يعني إن احنا نعملها، ولكن لما ربنا ييسر لنا كده بنعمل المحاضرة كل مرة كده. المحاضرة ديت هتبقى يعني هنتكلم عن سؤال أو هنجاوب على سؤال مهم جدا. السؤال هو الناس كتير بتعمل ديزاينز في الريل لايف وتبقى عايزه تنفذها، ولكن السؤال الشائع ايه هو نوع الاناليسيز المناسب ليا لما اجي اعمل فانايت اليمنت والانسز والقصه بتاعت الانسز والكلام دوت. ايه نوع الاناليسيز المناسب ليا؟ انتوا شايفين السكرين يا شباب صح؟ ايوه ايوه واضحه. تمام اوكي. فيجي يقول لي ايه نوع الاناليسيز المناسب ليا؟ هل هستخدم الاستاتيك ولا دايناميك ولا اكسبليسيت؟ طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الناس اللي عايز تشتغل فلوينت، طيب الناس اللي عايز تشتغل فلوينت اللي فاتح الصوت اللي فاتح المايك يقفله، واللي عنده سؤال بناخد الاسئله اخر المحاضره. فلو عندك سؤال او حاجه يبقى اكتبه قدامك في الورقه وان شاء الله ناخد الاسئله. فالناس اللي بتبقى عايزه اللي معاه يبقى عامل تصميم يبقى مش عارف امتى يشتغل فلوينت، طب وامتى يشتغل ستاتيك، طب لو في ستاتيك وفلوينت وايه القصه بتاعت ده. فالسؤال المحاضره دي هتخرج منها باجابه السؤال دوت. انا لو عندي نوع اناليسيز ايه نوع، لو عندي ديزاين ايه نوع الاناليسيز المناسب لهذا التصميم. بس كده. طيب انا مين؟ عشان في ناس انا احمد ناجي، طالب في هندسه حلوان، ان شاء الله بكالوريوس اتخرج السنه دي، ميكانيكال ديزاين وفنايت سوفت وير انجينير. وكل اللينكات هسيبها لكم في السلايد، يعني هبعتها لكم في السلايد اللي حابب يعرف اي حاجه عنها. طيب اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت اللي قبل كده ونزلت لكم اللينك اللي قلنا ان احنا لازم نسمعها. المحاضره دي كانت introductory sessions عن الفنايت. طيب يا جماعه حاجه مش حلوه ان نبقى بنشرح وحد فاتح المايك، يعني عشان بس ما افصلش وتفصلوا الناس معايا الباقيين. في ناس فاتحه المحاضره وعايزه تركز. فكلمنا في المحاضرات اللي قبل كده عن موضوع الفنايت اليمنت وهو الفنايت اليمنت والقصه دي كلها، وادينا introductory sessions، والسيشن نزلنا اللينك بتاعها لكم، فيعني يا ريت ترجعوا. ولكن سريعا كده عشان الناس اللي اول مره تحضر لنا هنقول ايه الموضوع عشان نبقى ايه تبقى معانا على الخط. الفنايت اليمنت بالظبط اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا عندنا 3 طرق علشان نختبر اي منتج هندسي او اي منتج من الناحيه من ناحيه الستريس اناليسيس عشان نشوف الاجابات اللي وعد. تمام. قلنا اول طريقه عندنا اللي هي طريقه الكالكوليشنز اللي هي الهاند كالكوليشن اللي كنا درسناها في الكليه، ودي كانت بتنقسم للستريس نوعين. عندي نورمال وشير. تمام. قلنا ساعتها ان النورمال ده بيبقى نورمال ستريس ديو تو نورمال فورس، يا اما تنشن يا اما كومبريشن، يا اما عندي اللي هو البندنج. النوع الثاني اللي هو بيبقى شير او تورشن. واتكلمنا في القصه ديت، مش هنستفيد بقى في شرحها، نرجع بقى للمحاضرات اللي فاتت. قلنا الطريقه الثانيه طريقه اللي هي التستنج، ان انا الميكانيكال تيستنج اللي انا بيبقى عندي اختبارات، وكنا خدنا الاختبارات اللي في الكليه اللي هي التنشن او الكومبريشن او الباكلينج او البندنج او التورشن. كل الاختبارات ديت ايه اللي احنا خدناها في الكليه. بس الفكره بتاعت الاختبارات دي قلنا طبيعي الاختبارات دي مكلفه جدا جدا، لان انا الاختبار بيقيس ديزاين بارامتر واحد، وضربنا مثال بالتنسايل تيست اللي هو ماكينه الشد، بيطلع لي ستريس سترين كيرف، واقدر ان انا اطلع منه الالاستيك ليميت بتاع الماتيريال والايه والمنطقه البلاستيستي، وادرس منه شويه خصائص ثانيه. لكن في لو عندي كذا ديزاين بارامتر تاني ما اقدرش ان انا اطلعهم من اختبار واحد يعني، فاضطر ان انا هعمل اختبارات تانية، وان الاختبارات ديت بتتعمل على ستاندرز وقصه قليله، فبالتالي هي مكلفه جدا جدا وبتاخد وقت. ومش يعني مش صح ان انت تعمل اختبار واحد على عينه واحده، لا انت بتعمل اختبار على كذا عينه من نفس الماده، وبعد كده بتخش في قصه الانجينيرنج ستاتستكس وقصه قليله يعني. وبلس انها ستاندرد ومكلفه، فقلنا الموضوع ده ايه مش عملي شويه ان احنا نعتمد عليه بشكل كلي. احنا بنعتمد عليه ايوه بس مش بشكل كلي. بعد كده قلنا طريقه ثانيه اللي هي طريقه الفنايت اليمنت، وعلى راسها طبعا الفنايت اليمنت ميثود. الفنايت اليمنت ميثود بتكنيك ثاني خالص اللي هو طريقه الديسكريتايزيشنز، او ان انا قال لك ان انت لو استطعت تجيب اي شكل هندسي، اي شكل هندسي مهما بلغت درجه تعقيده مهما كان هو ايه، لو استطعت ان انا اقسمه الى مجموعه من الاليمنت والنود واتعامل مع الاليمنت مع كل اليمنت او نود على حده، فانا هقدر ان انا اعمل حاجه بيسموها قبل بس الناس اوكي.
فاقدر ان انا لو قدرت ان انا اقسم اي شكل هندسي، فاقدر ان انا اتعامل مع كل شكل او كل اليمنت على حده. فيبقى عندي سيستم اسمه لوكال وسيستم اسمه جلوبال. اللوكال ده ان انا بعد ما قسمت الشكل الهندسي اقدر اتعامل مع كل اليمنت على حده واطبق عليه نوع المعادله المناسب لنوع الاناليسيس دوت. وبعد ما اتعامل مع الاليمنت هيبقى فيه جلوبال، الاليمنت دي هترد تاني للجلوبال سيستم. فديت الطريقه كلها. واتكلمنا في الطريقه ديت المره اللي فاتت. مهم قوي تسمعوا الانترودكتوري سيشن بتاعت المره اللي فاتت، ده التعريف. واتكلمنا في المره اللي فاتت قلنا ان احنا عندنا الطريقه ديت. قلنا ان احنا في الاول وفي الاخر ان هو الموضوع هيرسي على معادله والبرنامج هيحولها، او مصفوفه والبرنامج هيحلها. بس كده. ادينا طبعا مثال وقلنا ان احنا المره اللي فاتت ان ده مثال، وهيقول ان القصه كلها في الاول وفي الاخر هي مصفوفه والبرنامج هيحلها. بس امتى بقى البرنامج هيكون المصفوفه ديت، او ايه نوع الاناليسيز المناسبه لتكون هذه المصفوفه عشان البرنامج يحلها في الاول وفي الاخر. وده السؤال اللي احنا جايين نجاوب عليه. واتكلمنا في المره اللي فاتت برضو ان احنا عندنا الاليمنتس انواع، اللي هو ال1 دي element وال2 دي element وال3 دي element. واتكلمنا الفرق ما بينهم، وقلنا ال1 دي بيشيل لود في اتجاه واحد وده شبهناه بنوع التراسز. وقلنا ال2 دي هو بيتعامل مع السيرفيس element او البلين element وبيدرس التغير في اتجاهين. وال3 دي element حاجه اشكال زي ديت معموله من البلك او الفورج. اوكي. بعد كده عندنا عندنا بقى القصه بقى المحاضره بقى تبدا من اول دلوقتي. ان احنا عندنا انواع الاناليسيز مينلي بتتقسم الى نوعين، السوليد ميكانكس والفلويد ميكانكس. يبقى تاني اهوت من اول المحاضره احنا عندنا نوع الاناليسيز بتتقسم لنوعين، السوليد ميكانكس والفلويد ميكانكس. السوليد ميكانكس ده خاص بالجماعه بتوع انتاج، اللي هم بتوع تصميم ميكانيكي. السوليد ميكانكس. الفلويد ميكانكس الخاص بتاعت الجماعه بتوع باور. ايه الفرق ده وايه الفرق من ده؟ السوليد بيبقى بيدرس الاحمال على الاجسام الصلبه، لكن الفلويد هم بيدرسوا الفلو ده الهيت ترانسفير. الهيت ترانسفير بقى كل الفلويد بكل مشتقاته بكل الثيوري بتاعته. طبعا الفلويد انا مش بتاع فلويد، فاهم؟ انا بتاع انتاج وتصميم، فانا هنقول على القصه بتاعت الانتاج والتصميم. ديت رقم واحد. رقم اثنين، هل ينفع تصميم يبقى فيه سوليد، في ان انا ادرس سوليد ميكانكس وفلويد ميكانكس مع بعض؟ ايوه ينفع. وفي الحاله ديت بنسميه اللي هو المالتي فيزيكس. اخر مصطلح في المحاضره النهارده هنتعرض له. بيبقى عندي التصميم متعرض لكذا نوع اناليسيس. تمام. يعني لو افترضنا ان احنا عندنا لوحه اعلانات في الشارع، فاللوحه ديت متعرضه لتاثير اللود بتاعها. لو انا عندي لوحه اعلانات كده بقى، نجيب القلم ونشخص. لو انا عندي لوحه اعلانات كده في الشارع، تمام، اللوحه ديت مثلا واقفه كده بالمنظر دوت. فاللوحه ديت متعرضه لتو لودز. اللود الاول وزن اللوحه ديت مع عجله الجاذبيه الارضيه، واللود الثاني اللي هو اتجاه الفلو اللي هو الريح. تمام. والاتجاه الفلو ده بيحصل بكذا قصه وكذا ليله. يعني سواء انت بتدرس اللي هو بتدرس الفلو وهو بيترانسفير، او بتدرس اللود بعد ما بيترانسفير في الستيدي ستيت والقصه ديت. ففي الحاله ديت انا محتاج ادرس قصه المالتي فيزيكس. تمام. يبقى قصه الفلو انت دلوقتي احنا هنطلعها بالليله بتاعتنا من المحاضره بتاعتنا دي، مش قصتنا. احنا هنركز دلوقتي في قصه السوليد ميكانكس. قصه السوليد ميكانكس احنا عندنا حاجه بنسميها الجنرال ايكويليبريم ايكويشن، او بنسميها القصه بتاعتنا اللي هي الجنرال ايكويليبريم ايكويشن، او الجنرال ماثيماتيكال فورموليشن اللي بتحكم عمليه السوليد ميكانكس كلها. طيب المعادله ديت فيها كل انواع الاناليسيس بتاعت السوليد ميكانكس. طيب امتى بقى المعادله دي بنعمل لها اليمينيشن لاجزاء معينه وتكمل الاليمينيشن؟ وامتى القصه ديت؟ وايه قصه المصفوفه؟ يعني في الاول في الاخر احنا اتفقنا اللي خد معانا المحاضره اللي فاتت، قلنا الفورس بيساوي الكي في الاكس، اللي هو الترم دوت كده، اللي هي الجزء الاستاتيك ده. الجزئين دول جم منين وامتى يطبقوا وامتى ليله، وكل القصه دي المهم ديت الجنرال ماثيماتيكال فورموليشن، اللي هي الام اكس دبل دوت اللي احنا كنا بناخدها في الكليه. اليو ديت خليها اكس، يعني دايما كنا بناخدها في الكليه اكس. فالام اكس دبل دوت بلس تي اكس بلس كي اكس بيساوي الفورس. طبعا دي قلنا الجنرال ماثيماتيكال فورميشن. اول حاجه عندي الاستاتيك اناليسيس. يبقى عينك بقى هي المعادله ديت، مش بيرجع. المعادله ديت اللي هي دي الجنرال ماثيماتيكال فورميليشن بتاعها. على حسب كل نوع اناليسيس هيختفي ترم او هيرجع ترم، تمام، على حسب نوع الاناليسيس. طيب
اول حاجه النوع اللي هو الاستاتيك اناليسيس. الاستاتيك اناليسيس ببساطه دي الجسم وصل للبالانس تحت تاثير اللود. تاني، الجسم وصل للبالانس تحت تاثير اللود، مفيش انيرشيا في الموضوع. القصه بتاعت الانيرشيا ما دخلتش، مفيش سرعه، مفيش ازاحه، مفيش قصه. فالمعادله ديت هتتبسط لكل القصه ديت ان هي ايه؟ الكي في الاكس ايكوال فورس. في الاستاتيك اناليسيس ده وجود للانيرشيا، يعني مفيش قصه الاكسلريشن والفيلوسيتي ومفيش قصه الدامبنج. فانا عندي عملت اليمينيشن للترم دوت واليمينيشن للترم دوت، يبقى عندي الترم دوت هو اللي هيخش معايا في المعادله. يبقى انا لو بعمل اناليسيس يبقى انا عارف دي جنرال ماثيماتيكال فورميليشن اللي البرنامج بتاع الانسيس بيتعامل بيها. ومهم قوي تبقى عارف البرنامج الانسيس ايه المعادله اللي داخله، وايه الايكويشنز اللي داخله، وايه الايكويشنز اللي بتتحل بيها، وايه المكونات الايكويشنز ديت. عشان مهم قوي ان الباك جراوند يبقى عندك اكاديميك باك جراوند عشان تبقى عارف البرنامج بيتعامل ازاي. يبقى البرنامج في حاله نوع الاستاتيك اناليسيس هيتعامل مع الكي في الاكس ايكوال فورس. طيب الفورس ديت ايه؟ الفورس ديت ما بتتغيرش مع التايم، ما بتتغيرش مع التايم، مش فانكشن في التايم، مش داله في الساين او في الكوزاين او اي حاجه. هي فورس مجرده وصلت الجسم للبالانس تحت تاثير هذه اللود. تمام. وعشان برضو يعني انا نرجع هنا، ادي الانسز، ادي برنامج الانسز اهو، فديت هنشيلها كده وهنرجع هنا. تمام. اوكي، ادي الليله. تمام. ادي ده يعني ده ادي الاستاتيك اناليسيس اهي. اوكي، ادي الاستاتيك ستراكشر اهي. يبقى الاستاتيك ستراكشر دي او الموديول ده بتاع الانسيس بيتعامل في المحاضره، بيتعامل في الانسيس الكي في الاكس ايكوال اي ايكوال فورس. ديت اول محاضره. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان الصورة ما اتغيرتش لو سمحت. نعم، الصورة ما اتغيرتش على السلايدات زي ما هي. اوكي، عشان انا بس مش عامل شير اول. طب كويس ان انت نبهتني. اوكي، هعمل شير اول سكرينز. انا عندي اهوت ده الاستاتيك اناليسيس. الاستاتيك اناليسيس الترم بتاع المعادله بيبقى الكي في الاكس ايكوال فورس. تمام. الترم بيبقى الاليمينيشن بتاعت بنعمل اليمينيشن للترم دوت والترم ده. ليه؟ لان ما عنديش فيلوسيتي، ما عنديش دامبنج، ما عنديش اي حاجه، ما في لا وجود للانرشيا ديت. ايه القصه بتاعتي؟ طيب يبقى انا عندي هنا الفورس، قلنا الفورس وصلت الجسم للبالانس تحت تاثير قيمه الفورس دي. طيب تمام. طيب عندنا بقى تاني ايه النوع الاناليسيس الثانيه، وديت بيبقى ده بيبقى شكل المعادله بقى او شكل الماتريكس. الناس اللي خدت معانا المحاضره الاولى عارفه ان ده شكل الماتريكس اللي هي الاف في الكي ايكوال اي ايكوال الاكس. تمام. ده بيبقى شكل الماتريكس، وبيبقى تعريف الماتريكس ديت بيبقى عندي بيتعرف طبعا الستيفنس في الكات فايل والماتيريال. طبعا عشان يحسب الستيفنس فانت لازم تعرف له الماتيريال والكات فايل. وعندك الباوندري كونديشن ايه بتاعت الفورس. طبعا البرنامج بيبقى فيه حاجه نون وان نون. البرنامج طبعا بيقدر يحسب الايكويشنز ديت او المعادله ديت. وخدنا مثال المره اللي فاتت بتاعت المحاضره اللي فاتت ايه، ارجعوه. وقلنا قصه البرنامج في الاول وفي الاخر ان هو ايه هيحسب المعادله. طيب احنا ليه بنعمل كده؟ انا بقول لك كده عشان تبقى عارف ان البرنامج في الاخر هي قصه معادله وقصه مصفوفات وبيحلها. طيب هيجي سؤالين، ليه انا اعرف كده وليه ما انا لما هي قصه مصفوفه انا احلها؟ السؤال اجابه السؤال الاول ان انت اخرك كبني ادم ان احنا نحل مصفوفه 2 في 2 في 3 في 4. لكن انا هنا قلنا في التعريف ان انا عندي فاينايت اليمنت ميثود. قلنا ان انا عندي هنا فاينايت اليمنت ميثود. فاينايت اليمنت ميثود يعني كذا اليمنت، يعني كل المعادله او كل المصفوفه دي هتطبق على كل اليمنت. فانا بالتالي بيبقى عندي مجموعه كتيره قوي من الاليمنت. ده اللوكال، كل عنصر من دولت بنسميه لوكال. اللوكال دي بقى بيتحول لجلوبال خالص في سيستم كبير قوي. فانت الموضوع حسابيا بيبقى صعب علينا كبني ادمين. تمام. ديت رقم واحد. رقم اثنين، طب انا ليه اعرف؟ ليه تعرف؟ عشان لما يحصل ايرور تبقى عارف والله انا داخل الاستاتيك اناليسيس يبقى انا عندي الفورس كيف اكس. طب ايه بقى قصه التايم اللي في البرنامج بتعامل معاها ازاي؟ ايه القصه دي بقى ايه قصتنا في الكورسات الثانيه. تمام. فالمهم قوي تبقى عارف الايكويشنز بيطبق انهي ايكويشن، وليه انا اصلا بعمل كده. يعني ليه اصلا البرنامج بيعمل كده. فده بيديك سنس كده وبرسبشن، لا انا عارف انا بعمل ايه. تمام. ديت اول نوع. النوع الثاني بقى هو بنسميه الدايناميك اناليسيس. قصه الدايناميك اناليسيس اللي احنا خدناها في الكليه، الناس اللي درست فايبريشن في الكليه، دي قصه الدايناميك اناليسيس. الدايناميك اناليسيس بقى بيبقى عندنا شويه نوع من انواع الاناليسيس بيبقى كومباينيشن ما بينهم. ايه الكومباينيشن بقى اللي بيخليني ان انا اقول في الاخر ان انا درست الدايناميك بيهيفير بتاع السيستم دوت؟ ايه القصه وما فيها. قصه ان انا بيبقى عندي 3 انواع من انواع الاناليسيس دولت. ايه هم؟ عندي حاجه اسمها الموديل اناليسيس اللي احنا بنسميها الفري فايبريشن اللي احنا درسناها في الكليه.
عندي حاجه ثانيه الفريكوانسي ريسبونس والترانزيانت اناليسيس. يبقى 3 انواع الاناليسيس دول اول ما تعملهم تقول ان انا درست الدايناميك بيهيفير بتاع السيستم بتاعي. طيب ندرس بقى ايه نوع كده ونشوف انهي. خلي بالك احنا قلنا دي ايه، ارجع معايا كده ان احنا قلنا دي الجنرال. اوعى تنسى المعادله الاساسيه، اوعى تنسى المعادله الاساسيه دي اللي هتكمل معانا. كل نوع من نوع الاناليز يا اما هنضيف ترم يا اما الترم مش موجود. تمام، دي القصه كلها بتاعتنا. فنوع اللي قلنا الدايناميك اناليسيس فيه 3 انواع اناليسيس اللي هو الموديل اناليسيس والفريكوانسي ريسبونس والترانزيانت اناليسيس. الدايناميك اناليسيس الموديل اناليسيس بقى اللي احنا كنا بندرسها في الكليه بنسميها الفري فايبريشن. الفري فايبريشن. طيب عندي الايه دي المعادله بتاعتنا اهي. طيب انا عايز ابسطها عليك. الفري فايبريشن من المعادله ديت كنا بندرسها ازاي؟ ادي الجنرال ماثيماتيكال فورموليشن، ادي الجنرال. هضيف من ايه؟ انا عندي سوري انا عايز اعمل حاجه يا جماعه، يعني هعمل حاجه بس كده معلش عشان البرنامج ده مش كويس في عرض السلايد. اوكي هشغل بس الباوربوينت. اوكي طيب اوكي انتوا شايفين الشاشه كده يا شباب صح؟ تمام. ايوه تمام ظهر. طيب اوكي احنا قلنا ايه دي الجنرال ماثيماتيكال فورموليشن اللي هتكمل معانا. طيب تمام، يبقى احنا قلنا الاستاتيك الكي في الاكس ايكوال فولس، وقلنا الفورس هنا ايه هي الايه لا داله في الساين ولا في الكوزاين ولا فانكشن في التايم ولا حاجه، هي كل القصه ايه وصلت ايه الجسم للبالانس تحت اللود. قلنا قصه الديناميك اناليسيس، قلنا اول حاجه بعد كده الموديل اناليسيس. طب ايه القصه بقى الموديل اناليسيس؟ قصه الموديل اناليسيس لازما في ترم هيتضاف للمعادله تاني. تمام، وايه الموديل اناليسيس؟ قصه الموديل اناليسيس اللي احنا كنا بندرسها في الكليه الفري فايبريشن. طب يعني ايه فري فايبريشن؟ الفري فايبريشن هنا هنضيف للمعادله ديت، المعادله بتاعتنا ديت هنضيف لها ايه؟ هنضيف لها بقى الجزء دوت. بس كنا بندرس فري. يعني ايه فري؟ يعني الفورس هنا بصفر. وكنا بندرس حاجتين فري دامبد وان دامبد. طب فين الدامبد؟ ادي الجزء الدامبد بتاع الموضوع اللي هو الكي في الاكس، الكي اكس دوت ديت. الكي في الاكس دوت دي كنا بنسميها ايه؟ الدامبنج فيكتور او الدامبنج الدامبنج. فساعات المعادله كانت بتبقى ايه؟ الام اكس دبل دوت بلس كي اكس ايكوال صفر، وساعات المعادله كانت بتبقى الام اكس دبل دوت بلس كي اكس دوت بلس كي اكس ايكوال صفر. يبقى معنى هنا الموديل اناليسيس لا وجود للفورس، مفيش فورس، انا بدرس الجسم بتاعي فري. يعني ايه فري؟ مفيش اي نوع من انواع الفورس خالص هنا، وانا بحط هنا اللود بزيرو. اصلا الانسيس ما بيسمحلكش انك تحط فورس. يعني انت اصلا لو فتحت قصه الموديل اناليسيس في الانسيس وجيت تحط فورس مش هتلاقي الفورس موجوده. ليه؟ لان البرنامج عارف ان دي المعادله اللي هتطبق، عارف ان انا هنا بدرس الجسم فري خالص، يا اما بتدرس فري دامبل او فري ان دامبل على حسب انت عايز تدرس ايه. وهنا دي المعادله في صيغتها الجنرال بس مكان الفورس هنا بايه؟ بصفر. يبقى ديت رقم واحد. طيب انا بدرس ليه فري؟ يعني انا اي جسم دلوقتي في الكوكب عليه لود، ليه انا بدرس فري؟ الديناميك اناليسيس قبل ما تعمل قصه، احنا دلوقتي في الموديل، قصه الموديل اناليسيس اللي هي بتوريك زي ما تقول كده الميكانيكال او الدايناميك بروبرتيز بتاعه الجسم اللي انت عايز تدخل تعمله، وبطلع منها بحاجتين، حاجه اسمها المود شيب وحاجه اسمها الناتشورال فريكوانسي. ايه قصه المود شيب وايه قصه الناتشورال فريكوانسي؟ المود شيب تقدر تقول كده ان ده كده تاثير، تقدر تقول كده شكل الجسم لما اضرب بلود في اتجاه شكله كذا. يعني مثلا لو ده مثلا ده كانتليفر، هنعتبر ان ده كانتليفر وده متثبت هنا. تمام، انا دلوقتي بدرس موديل اناليسيس، ما بدرس اي حاجه، بدرس فري ما فيش اي فورس. بس خدنا حاجه في الكليه اسمها الماس سبرينج سيستم، ان انت بتضرب بشاكوش وتمشي، او بتمسك الماس سبرينج سيستم ده بيبقى عامل كده. عشان بس الناس اللي مش متخيله، للاسف انا مش هعرف اعمل هنا ليزر قلم. طيب المهم الماس سبرينج سيستم ده بيبقى عامل عباره عن كتله وتحتها سبرينج، تمام، ومربوطه في الارض. فانت القصه كلها ان انت بتيجي تضرب بالس وتمشي. فالقصه كلها في الموديل اناليسيس انت بتشوف شكل الديفورميشن بتاع الجسم لو ضربت في حته الفلانيه. يبقى تاني دي اللوب بتاع الموديل اناليسيس. الموديل اناليسيس الفورس بصفر، سواء بتدرس فري دامبد او فري ان دامبد. ايه انا بدرس ليه؟ عشان اطلع حاجتين، المود شيب والناتشورال فريكوانسي. ايه المود شيب دوت؟ بتشوف تاثير او شكل الديفورميشن اللي هيحصل على الجسم لما اضرب في المكان الفلاني. يعني انا مثلا هنا
هنا انا هنا ايه، هنا الجسم متثبت من هنا اهو، مره ضربت هنا مره ضربت هنا فالشكل خد ده بنسميه يبقى ده مود شيب اهو تمام. ومره ضربت في النص فخد شكل المود شيب دوت. ومره حصل له تويستنج ضربت من على الطرف ومشيت. ومره ضربت في ربع المسافه وثلاث ارباع المسافه فحصل الشكل دوت. فده شكل تاثير الجسم لما اضرب في المكان عايز كذا، لما اضرب في المكان الفلاني. طب ده ليه؟ عشان ده بيقول لي خد بالك ان انت لما تضرب في المكان دوت، لو جيت بقى ضربت بقى بنوع الاناليسيس بقى اللي هي الهارمونيك او الترانزيانت، خد بالك ان انت لو وصلت لفريكوانسي بالفريكوانسي بتاعت المود شيب دوت هيحصل ريزونانس وهيحصل فين. يبقى تاني يبقى انا بدرس ليه الموديل اناليسيس. الموديل اناليسيس بيطلع لي حاجتين مهمين جدا. ايه هما؟ بيطلع حاجه اسمها المود شيب والناتشورال فريكوانسي. المود شيب دوت بيديني شكل الديفورميشن بتاع الجسم لما اضرب في تاثير، لما اضرب في مكان كذا. انا هنا ضربت هنا على الطرف، مره هنا ضربت في النص، مره هنا ضربت من على الطرف، مره هنا ضربت في ربع وثلاث ارباع المسافه. وعلى حسب بقى انت عايز كام مود شيب بقى عد كام مود شيب، لان انت بتتعامل مع فنايت اليمنت تمام. وكل مود شيب بيبقى قدامه ناتشورال فريكوانسي. ايه اهميه الناتشورال فريكوانسي ديت؟ اهميه الناتشورال فريكوانسي دي والرقم ده مهم جدا، لان انت هتبدا تاخد بعديه قرار. يعني انا مثلا جيت بقى في الهارمونيك ريسبونس او الترانزيانت اللي هو عشان ادرس بقى اكمل بقى درست الدايناميك بيهيفير، رحت ضارب في المكان دوت بفريكوانسي فورس 84 هرتز. اقول لك خلاص احنا كده وصلنا للريزونانس وكده الجسم ده هيفيل. طب عرفت منين انه هيفيل؟ لان انا ضربت في المكان دوت بنفس الفريكوانسي بالفورس تساوي نفس الفريكوانسي ديت. لان انا هيبقى عندي تو فريكوانسي. الفريكوانسي دي بنسميها الناتشورال فريكوانسي. الناتشورال فريكوانسي اللي هي الفريكوانسي الطبيعيه للجسم لما ضربت في المنطقه ديت. لما انت تيجي بقى بقوه خارجيه والقوه الخارجيه تكون بنفس الفريكوانسي الطبيعيه بتاعت الجسم بالرقم دوت يحصل فيلير او يحصل بنسميها حاجه الريزونانس. سرش بكلمه ريزونانس كده على اليوتيوب وهتعرف. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، هل الموديل اناليسيس اقدر اخد عليها قرار او لك لا؟ ليه؟ لان الفرصه اصلا بصفر. لان الفرصه اصلا المعادله في صيغتها الجنرال الفرصه اصلا بصفر. يعني الفرصه هنا بكام؟ بصفر. طيب انا استفدت منها ايه؟ استفدت حاجتين. عرفت شكل الديفورميشن اللي هيحصل على الجسم لو ضربت في مكان عامل كذا، ده رقم واحد. رقم اثنين، عرفت الناتشورال فريكوانسي. ليه بقى؟ لان انا لما اجي اضرب في المكان دوت بعد كده اضرب هنا، ولو التصميم دوت بعد كده اضطريت ان انا اثر عليه بفورس هنا، اقول لك خلي بالك ان الناتشورال فريكوانسي في المنطقه ديت ب 84 هرتز، فابعد او اشتغل في رينج فورس بعيد عن الفريكوانسي ديت عشان ما يحصلش ريزونانس ويحصل فيلد. تمام؟ دي الموديل اناليسيس. طيب ايه بقى القصه بعد كده؟ الترانزيانت ديت فانكشن في التايم. الفورس هنا فانكشن في التايم. فانكشن في التايم يبقى ايه معنى كده؟ ان الفورس هنا اتغيرت. يعني معنى كده ان المعادله، يبقى خد بالك احنا الاستاتيك اناليسيس كنا شغالين على التو تيرمز دول. عندنا بعد كده قلنا دخلنا في الموديل قلنا المعادله زي ما هي كده، بس سواء هنا الفورس لازم تبقى بصفر رقم واحد. رقم اثنين ممكن تشتغل دامبد وان دامبد. طيب ايه الترانزيانت؟ الترانزيانت بقى قيمه الفورس هنا ما بقتش بصفر، قيمه الفورس هنا بقت فانكشن في التايم. قيمه الفورس هنا بقت فانكشن في التايم. يبقى هي اتغيرت عن الاستاتيك، لان الاستاتيك مش فانكشن في التايم. احنا الاستاتيك قلنا الفورس ثابته مع الزمن، الموديل الفورس بصفر. طيب الترانزيانت بقت فانكشن في التايم، هنا بقى بعد ما عملت الموديل اناليسيس بتاعتي اقدر اخد قرار. اقدر هنا بقى اجني ثمار الموديل اناليسيس وابدا اخد قرار في ايه؟ ان انا لو جيت هنا عملت اثرت بفورس، ضربت هنا بفورس، الفورس ديت فانكشن في التايم تمام، بنفس الفريكونسي ديت هيحصل ريزونانس. دي رقم واحد. رقم اثنين، خلاص لو انا بقى بعمل اقدر بقى ايفالويت واجني ثمار قصه الموديل اناليسيس، واقدر بقى ايفالويت القصه بتاعتي واضرب ايه، اقول لك خلاص الفريكونسي اللي هتاثر بيها هنا او الفورس اللي هتاثر بيها هنا ما يكونش الفريكونسي بتاعتها 84، وابدا ابعد عن الرينج دوت عشان ما يحصلش ريزونانس. طيب ايه بقى دي قصه الترانزيت؟ ايه بقى القصه اللي بعد كده؟ قصه الهارمونيك ريسبونس. انا للاسف مش حاطط هنا الهارمونيك بس هنحطها. يعني قصه الهارمونيك ريسبونس، الفكره بتاعت الهارمونيك ريسبونس نفس الفكره بتاعت الترانزيت، بس شكل الفورس هيختلف. بدال الفورس فانكشن في تايم، لا الفورس هتبقى داله في الساين او الكوزاين. يبقى الداله في الساين او الكوزاين، يبقى انا كده ايه شغال هارمونيك اناليسيس. نفس القصه بتاعت الترانزيت بالظبط، ان انا بضرب برينج، باثر بفورس الفريكونسي بتاعتها بعيده عن الناتشورال فريكونسي بتاعت الجسم، بس تختلف ايه، نفس المعادله بالظبط بس تختلف في قيمه الفورس هنا لو داله في الساين او الكوزاين يبقى انا شغال هارمونيك اناليسيس. وتبدا المعادله كلها بصيغتها الجنرال، بصيغتها الجنرال دي. تمام. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها الاكسبليسيت داينامكس. الاكسبليسيت داينامكس ديت ان انا بدرس حاجه بيحصل لها كراش او بتوصل للفيلير.
بنحصل ايه؟ ان احنا بندرس الهاي تشينج فيزيكس اللي بيحصل في شورت تايم صغير قوي. عربيه دخلت في حيط، عملت حادثه، رصاصه دخلت في بليته، زيت كان زوقت منك على الارض، اتطبقت حاجه، بيحصل تغيير كبير قوي في الجسم بتاعك في فتره زمنيه قصيره جدا جدا، فتره زمنيه قريبه جدا جدا. واللي هيربط الموضوع ده القصه اللي بيحصل اختبارات التصادم اللي بتحصل على العربيات. تمام. ده القصه بتاعتنا. بمناسبه الموضوع دوت، يعني في العربيه بيبقى في حاجه اسمها اكسلرامتر. الاكسلرامتر ده اللي هو مربوط بالايرباك سيستم بتاع العربيه، لان كل القصه مع بعضيها اللي هو بيحصل لما بيلاقي ان يحصل ديسيلريشن فظيع في العربيه، ان انت ماشي مثلا، كنت ماشي مثلا لا قدر الله حد ماشي بسرعه 100 كيلومتر في الساعه، وبدا بقى يحصل انه في حاجه ظهرت قدامه فيبدا يمسك فرامل، فبيحصل ديسيلريشن فظيع. الاكسلرامتر بقى يقرا الموضوع دوت، يبدا بقى الايرباك سيستم بتاعت العربيه يفتح. تمام. ده اللي بنسميه الاكسبليسيت داينامكس، بيحصل يعني في ثواني معدوده. واي ثينك ان انتوا عملتوا لينك للمعنى. بعد كده النوع الاناليسيز الاخير معانا هو الاوبتمايزيشن اناليسيز. الاوبتمايزيشن ان انت خلاص بعد ما عملت ستاتيك عملت دايناميك او دخلت في قصه الاكسبليسيت، تبدا ان انت تعمل الاوبتمايزيشن اناليسيز. الاوبتمايزيشن اناليسيز ان انت بتوصل للاوبتيمم ديزاين. انا دلوقتي بعد ما درست الستاتيك او درست الدايناميك او درست الاكسبليسيت عايز اوصل للاوبتيمم. توصل للاوبتيمم ازاي؟ بيبقى عندك في حاجه اسمها اوبجكتيف فانكشن وكونسترين. ان انت عايز توصل للوزن، تمينيمايز الوزن، بتخش بقى بايه؟ اوبجكتيف فانكشن معاك، او بتخش بجول من الاخر. انا الوزن ده عايز اقلله شويه. طب تقلله بناء على ايه؟ انا عايز اقلله شويه بناء اوكي السيف ديزاين. لا انا عايز اوصل للاوبتيمم. طيب بتوصل للاوبتيمم ازاي؟ بيبقى بتخش بحاجتين. قصه ان انت بيبقى عندك اوبجكتيف فانكشن وعندك كونسترين. الاوبجكتيف فانكشن بتاعتك ان انت عايز مثلا تمينيمايز الويت. طيب هتمينيمايز الويت على حساب ايه؟ تقول والله انا عايز امينيمايز الويت بحيث ان الاسترس على الجسم ده لا تتعدى مثلا ال 100 ميجا باسكال. بتخش كده لان انت ما ينفعش تخش بلايند. تمام. بتبدا ان انت تعمل بقى الحسابات ديت. البرنامج طبعا بيساعدك. وقصه الاوبتمايزيشن، في اوبتمايزيشن من وجهه نظر الاستاتيك، وفي اوبتمايزيشن من وجهه نظر الدايناميك، وازاي تعمل اوبتمايزيشن اصلا من وجهه قصه الاستاتيك والدايناميك مع بعض. تمام. اخر حاجه بقى قصه عايزين بقى نجاوب بقى على سؤال مهم قوي. يعني المعادله اهي واحنا اهوت وناخد القصه بتاعتنا. قصه ايه؟ القصه في الاول في الاخر هتبقى عباره عن ايه؟ احنا دي الجنرال ماثيماتيكال فورميليشن بتاعتنا. يبقى عندي اللي هيحدد المعادله ديت، اللي هتحدد القصه بتاعت الاناليسيس بتاعتك، ايه نوع الاناليسيس، او عايزين نجاوب على السؤال بتاعنا ايه نوع الاناليسيس المناسب للتصميم بتاعنا. والله هقول لك على حسب الفورس. يبقى الفورس هي اللي هتقول لك المعادله ديت هتاكت ازاي. يبقى الفورس عندك المعادله ديت هتاكت ازاي. والله لو عندك الفورس داله، لو عندك الفورس ثابته ووصلت الجسم للبالانس، خلاص يبقى انت هتشتغل ستاتيك اناليسيس والترمين بتوع المعادله دول مش معاك. طيب لو عندي الفورس بصفر، والله اقول لك خلاص يبقى انت عندك قصه هتخش لو انت عايز تدرس الدايناميك بيهيفير، يبقى انت اول حاجه لازم تخش بقصه الفورس بصفر، تدرس الموديل اناليسيس. والموديل اناليسيس هيديك حاجتين مهمين جدا، قصه الناتشورال فريكوانسي والمود شيب. تمام. وبعد كده تبدا تخش في ايه؟ طيب لو هنا الفورس ده اللي في التايم يبقى انت ترانزينت، والفورس ده اللي في الساين او الكوزاين يبقى انت يبقى انت شغال هارمونيك ريسبونس او هارمونيك اناليسيس. طيب عايزين بقى ندي مثال. يبقى قلنا دلوقتي الفورس اللي جايه على التصميم بتاعك هي اللي هتحدد طبيعه المعادله، والمعادله هتقول لك انا هاكت ازاي. تمام. يبقى لو قلنا لو الداله، لو الفورس ثابته يبقى ستاتيك، لو الفورس بزيرو يبقى موديل، لو فانكشن في التايم تبقى ترانزينت، لو داله في الساين او الكوزاين تبقى هارمونيك. تمام. القصه بقى عايزين بقى ناخد مثال. لو انا عندي بليته مثبت عليها موتور. خلينا ناخد سيستم العربيه ده، يعني سيستم العربيه ده اكتر السيستمز اللي فيها كل حاجه. لو انا عندي بليته، الموتور بتاع العربيه ده لما يشتغل هو متثبت على بليته مثلا، القوه او الفايبريشن اللي بتنتج على الموتور دي هارمونيك ليه؟ لانها بتدي داله في الساين او الكوزاين. تمام. الهارمونيك اناليسيس ديت الهارمونيك فورس اللي جايه بتيجي من الموتور وبتبقى داله في الساين او الكوزاين، بتبقى بشكل كونتينوس. تمام. طيب الترانزيانت اناليسيس بتبقى زي في شكل شوك او حاجه. لو العربيه جت اتخبطت، بس الخبطه ديت ما وصلتش للفيلير، عشان ما تبقاش اكسبليسيت، ما يبقاش تصادم، عشان ما نرجعش في قصه الاكسبليسيت والله جت خبطه كده حتى قاعد على الكبوت بتاع
فديت بتنقسم الى فترتين. هل انت عايز تدرس بفتره اثناء تاثير اللود ولا فتره ما بعد اللود؟ برضو بتخش بايه، بتخش بجول مختلف، او بتخش القصه دي شرحناها في ايه في المحاضرات اللي فاتت. تمام. يبقى ادي المعادله اهيت، وقلنا على حسب الفورس يقول لك ايه المعادله هتاكت ايه، القصه ديت هتاكت بتاعتك ازاي. طيب لو جينا هنا بقى للاناليسيس او الانسيس، لو جينا هنا بقى للانسيس، ادي عندي الستاتيك اناليسيس، ادي عندي الموديل اناليسيس اهو. لو دخلت الموديل انا ببدا ادرس الموديل، بعد كده ابدا مثلا اخش في الترانزيانت، ادي الترانزيانت ستراكشر، بعمل شير للسولوشن زي ما انت شايف كده، ان هو بياخد الانبوت من الموديل يبدا يدخله على الترانزيانت. وعندي بقى قصه ايه، قصه الهارمونيك ريسبونس في الاخر اهيت. ادي الهارمونيك ريسبونس ده ال الشكل بتاعي اللي هو بيبقى ايه، الشكل بتاعي بيبقى ايه في الاخر. ده قصه ادي ادي الهارمونيك ريسبونس ده الهارمودايناميك سوري. ادي الهارمونيك ريسبونس اهي. بنبدا نعمل شير هنا برضو من السوليوشن، بيبقى الشكل ده. اخر حاجه بقى معانا في المعادله ديت هي قصه المالتي فيزيكس او المالتي سيميوليشن. قصه المالتي سيميوليشن زي ما قلت لكم ان يبقى افرض بقى عندي فورس ستاتيك وفورس دايناميك وفورس القصه ديت جايين مع بعض، وانا عايز ادرس تاثير الكومباينيشن اللي حاصل نتيجه الفورسز ديت مع بعض. ده بنسميه المالتي فيزيكس او المالتي سيميوليشن لو انا عايز ادرس ستاتيك او دايناميك. والبرنامج فيه حاجه جميله جدا ان هو بيجمع لك الديفورميشن على بعضها، يعني هو بيجي يجمع جاي نتيجه الديفورميشن نتيجه الاستاتيك ونتيجه الديناميك، وبيديهم لك في الاخر ايه كقيمه بيورتي كده، قيمه لوحدها تعرف انت تاخد ايه عليها قرار. وده بيبقى ايه، وده بيبقى ده اسمه المالتي فيزيكس يا جماعه، ان انت بتلينك كل حاجه. حتى انا لو جبت مديول الاستاتيك ستراكشر اهو، واقدر ان انا اخد لينك هنا كده من الموديل وادخله كده، يبقى ده اسمه الموديل اناليسيس، ان انا درست ستاتيك ودايناميك ايه ودايناميك مع بعض. الكلام ده برضو في الفلوينت، يعني الكلام ده برضو الناس اللي شغاله فلوينت ممكن بتدخل قصه الاستاتيك والدايناميك وقصه الفلو مع بعض. ده القصه في الاخر اللي بتحصل الايه المالتي فيزيكس. انا بالنسبه لي كده خلصت، ولو حد عنده اي سؤال انا جاهز. حد عنده اي سؤال يسال انا جاهز. تمام. بالنسبة للموديل اناليسيز مش بيطلع معانا كذا مود شيب؟ تمام. انا لما باجي اعمل تحليل اجهادات بقى بالديناميك بتاعي، اول ما اقرب لدول يبقى انا كده في خطر. ما هو انت بتدرس اول حاجه، او السؤال ده انقسم اجابته لحاجتين. السؤال الاول ان انت بتدرس كام مود شيب، ديت بقى اختلفوا العلماء فيها، يعني لانه انا قلت لك ان انت عندك فانايت اليمنت ميثود او فانايت اليمنت. الفانايت اليمنت ده بيبقى عندك كذا اليمنت وكذا نود، فانت لو فضلت تطلع مود شيب ممكن تطلع مود شيب يعني كتير قوي. تمام. فانت تدرس لحد انهي مود شيب؟ والله قالوا لك تدرس لحد المود شيب اللي انت خايف منه، او لحد الفريكونسي اللي انت خايف منها. يعني انت مثلا بتدرس المود شيب على بليت عليها اهتزاز بسبب الموتور، والله تشوف رينج الموتور ده الفريكونسي بتاعته كام، مثلا 100. فانا هقول لك هدرس لحد مثلا ما 150، لحد ما افضل اطلع في مود شيب كده لحد ما اخد اعدي رينج ال 150 كده، انا ابقى سيف. ليه بقى؟ لان انا خدت رينج اعلى من الرينج اللي انا خايف عليه، لان انا بدرس عليه اصلا. ديت تمام. دي اجابه الجزء الاول من السؤال. اجابه الجزء الثاني بقى على حسب نوع الفورس اللي عندك، هل هي هارمونيك او ترانزيانت. تمام. وقصه هارمونيك او ترانزيانت فيها تفاصيل كتير قوي، بس للاسف انا يعني مربوط بتايم معين، فايه دي القصه بتاعتي. حاجه مهمه قوي يا شباب نسيت اقول لكم عليها، ان احنا في تراك احنا عاملينه، يعني انا للاسف ما كملتش البتاع. في تراك ده محتوى التراك بتاعنا كورسين على يوديمي، اللي عايز ياخدهم هياخدهم بخصم 50%. لو حد عايز الاوفر ممكن يكلمنا على الواتساب ده. تمام. ده بيبدا معاك من الصفر خالص، من الاساسيات، ويكلمك ازاي مودر والميشنج والقصص ديت. وكان في برضه وديت الكونتاكت بتاعتنا لو حد عايز يتواصل معانا باي حاجه. بس انا جاوبت على سؤالك يا باشمهندس. تمام، شكرا. ماشي. حد عنده اي سؤال تاني؟ لو سمحت يا باشمهندس. اتفضل. هو مثلا ما الواحد بيجي يبص على اختبارات تصادم عربيات، تمام. بيلاقي مثلا الفيدباك بتاع الاختبار نفسه بيكون يقول لك مثلا ايه ده، الصدمة وصلت للباب الخلفي ودمرت الباب الأمامي. فليه أصلا شركات العربيات أو الديزاينر نفسهم، يعني أنا ليه أصنع عربية من الأول وأنا عارف إن ممكن يحصل، أو أنا عملت اختبار على أنسys وعرفت إن هو ممكن يحصل فيلير جامد جدا في الباب الخلفي والباب الأمامي، وأبدأ في التصنيع فيه.
طيب السؤال ولا ده ده كله هيكون عشان أوبنات جميل جدا. السؤال دوت في حاجه بيسميها فاليديشن، بيعمل حاجه اسمها فاليديشن. انا دلوقتي عملت الاختبار بتاعي، والاختبار بتاعي تمام على السيميوليشن، وعرفت ايه نقط ضعف العربيه ديت، وايه قوتها، وايه قياسها ديت. ليه اعمل الاختبار واجيب عربيه واكسرها؟ طب ما انا عندي السيميوليشن. اول حاجه عشان يفاليديت ان السيميوليشن بتاعه عمل بشكل صحيح، تمام. رقم اتنين بقى، يقدر يحسن بقى على التصميم بتاعه من غير ما يجيب عربيات تانية ويكسرها. يعني انا عندي تجربه رياليتي في ريل لايف، وعندي تجربه فيرتشوال على الكمبيوتر. انا لازما اعمل حاجه اسمها فاليديشن، افاليديت اللي على الكمبيوتر هو ان نفسه اللي حصل في ارض الواقع. بعد كده ابدا اشوف بقى، اغير في سماكه الباب شويه، اجيب ماتيريال غير الماتيريال، وبقى اعيد السيميوليشن تاني، واثق بقى بعد كده في نتائج السيميوليشن بتاعته يقولوا ان هو رياليستيك. ليه بقى؟ لان انا عملت فاليديشن بنموذج على ارض الواقع. تمام، شكرا هندسة. شكرا. حد عنده اي سؤال تاني؟ شباب قبل ما نقفل المحاضرة، حد عنده اي سؤال؟ طيب كده المحاضرة انتهت. ان شاء الله هرفعها لكم على اليوتيوب، وهبعت لكم السلايد على الجروب، وهبعت لكم برضو تفاصيل الاوفر اللي عايز ايه ياخد الكورسات بتاعتنا اللي عليها. شكرا، وان شاء الله نشوفكم في محاضرات تانية. سلام عليكم.